الجميع بيتحد علشان خروج المنتخب اليمني من الصعود إلى بطولة كأس العرب بقطر. السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة. هو معلش سؤال بس، اسمها البطولة العربية، هي جنسية الحكم اللي كان موجود ايه؟ جنسية الحكم اللي موجود عشان يندفع له فلوس ويحكم مباراة زي ديت ايه؟ ده اسمها بطولة عربية. الاقي الحكم جاي لي معرفش من ايطاليا ولا من تشيلي ايا كان عشان يقول ده يفوز وده يخسر، ولا انا عندي شك ولا انا عندي ايه؟ ما هي الدنيا ما بتمشيش كده، مش كل مره تيجي على منتخب اليمن، يعني منتخب اليمن يكون كسبان لحد الثواني الاخيره 4-2 وبقمت قادر ما يكونش فيه اوفسايد ويجيبوا جونين وفي اخر دقيقه وقت بدل ضايع يطول. وحتى انا هقول لكم حاجه، ضربه الجزاء اللي انحسبت واللي اتصدت في المباراة الأولى، حارس مرمى منتخب اليمن كانت رجليه اليمنى على خط المرمى، ما كانش خرج، ولكن ما ينفعش، لازم منتخب اليمن يخرج. ولكن أقول لكل واحد يمني، ارفع راسك فوق، أنت يمني، منتخب قوي، منتخب قادم وبقوة، منتخب اليمن إن شاء الله يكون له شأن كبير. ولكن للأسف ما كانش عندنا حاجتين النهارده، كانش عندنا استغلال لكمية الفرص اللي جت على المنتخب الجيبوتي، وكمان ان الدفاعات المنتخب اليمني كانت كوارث. مش هنتكلم في دفاعات بس، مش هنتكلم في هجوم وفرص ضايعة، كان بدأ المنتخب اليمني يستعرض قدراته. عرفنا ان انت اقوى، عرفنا ان انت بتفوز وبتتقدم، بتتعادل وبعدين تتقدم ومنتدى وتجيب الاربعه لما تكون كسبان ب4 اهداف مقابل هدفين. وللاسف الحكم مش حامل لعيبه منتخب اليمن، ضرب وتعدي وكره بخشونه على المنتخب اليمني من منتخب جيبوتي، والحكم ما بيتدخلش، بل انه بيوقف خطوره منتخب اليمن بالانذارات. محتاجين ايه تاني؟ ده اسمه حكم ملاكي. انا من وجهة نظري اليمن خرج نفسه، التحكيم ساعد، لان انا شايف ان الكرة الاولى اللي هي ضربة جزاء اصلا لا ترتقي ضربة جزاء، ولو ارتقت الحارس صدها لا يقول لك اصل هو طلع رجله، لازم نعيد الكرة. انا من وجهة نظري النهارده صدمة كبيرة للكرة اليمنية بالهزيمة، لما اكون كسبان، لما اكون صاعد، لما اكون قدميك الاثنين في بطولة العرب وبتتكلم هتقابل المغرب، هتقابل منتخب السعودية، مش هتقابل مين، الموضوع صعب جدا، الموضوع نكسة على كل يمني. كرة مكسب وخسارة هارد لك، ولكن انك تكون كسبان 4-2 وتكون موجود، تلاقي الحكم بيجي عليك، تلاقي التغييرات كانت ضعيفة، تلاقي الدفاع هش، انا بقول دفاع هش، وكمان الهجوم اللي بدأ يستعرض في نهاية اللقاء. للأسف كانت دي النتيجة، خروج اليمن بأداء مشرف ولكن نتيجة كارثية بضربات الجزاء. بشكركم شكرا جزيلا، حي اليمن حيوه، مهما كان هيفضل منتخب اليمن منتخب محترم، منتخب كبير. سلام.